عن الشارع المصري وعن الشعب المصري في احتياجاته ومتطلباته. وعشان وقت سعادة الوزير هنحدد 3 محاور أساسية للندوة إذا اتفقنا عليها. المحور الأول هو وزارة الآثار، لماذا وما لها وما عليها، والجزء يتعلق بعلاقتها بوزارة الثقافة ونسبة 15% اللي كانت بتتعلق يعني كانت هي أحد دعائم النشاط لوزارة الثقافة واستمرارية هذه النسبة مع عدم استمراريتها، وكل ما يتعلق بقضية وزارة الآثار ووزارة الثقافة. القضية الأخرى وهي التي تشغل بال الناس جميعا هي سرقة الآثار، سواء سرقة الآثار من المتاحف ومن المخازن أو سرقة الآثار في باطن الأرض. وهذه القضية قضية يعني تتشعب إلى مافيا وإلى عصابات وإلى ناس عاديين وأشخاص عاديين ماشي. لا خلي بقى خد محور بس نبدا المحور الاول نتكلم فيه ماشي وليكن بقى اتفضل. هو شوف اولا يعني نمره واحد انا لم اكن اتمنى ان يبقى في وزاره للاثار، لان الاثار دي في رايي الشخصي لابد اللي ماسكها يكون بعيدا عن السياسه ويتفرغ للعمل العلمي تماما. انا قبل ما امسك ابقى وزير كنت يعني راجل تكنيكي اساسي، بحفر بحافظ على الاثار بنشتغل وعملنا اشياء في منتهى الاهميه في ال8 سنين اللي عملتهم امين عام. ان احنا عملنا اداره اسمها اداره المواقع الاثريه، حافظنا على المواقع كلها، رممنا اثارنا الاسلاميه والقبطيه واليهوديه، عملنا بنبني 22 متحف على اعلى مستوى، منهم المتحف المصري الكبير ومتحف الحضاره، وهي مشاريع ثقافيه عاليه جدا. نمره 3 عملنا مشاريع للحفاظ على مناطق على اثارنا، تغيير قانون الاثار والمشكله اللي خدناها مجلس الشعب قدرنا نتصل فيها، تسجيل اثارنا لاول مره في 29 منفذ بري وجوبي، عملنا ناس عشان تفتش الناس وهي طالعه، 4 الوعي الاثري البرنامج الكبير اللي عملناه، 5 عوده اثارنا ورجعنا 5000 قطعه، 6 التدريب. فانا جيت اعتقد وزير لان انا رحت يوم 29 متحف مصري وخدت كورس قاعد قدامنا، فاعتقد انهم قالوا نجيب واحد وجهه مقبول من الناس. لكن انا كنت بتمنى وطول عمري بقول والاستاذ عصام عمران عارف ان يبقى في مجلس اعلى للاثار لا يتبع وزير الثقافه بل يتبع رئيس الوزراء، وان يتفرغ رئيس المجلس للعمل الاثري، لان الاثار محتاجه اشياء كثيره جدا ان تتعمل، فتقدر تعملها وانت ماسك مجلس اعلى اكثر ما تعملها وانت ماسك وزير. علاقتنا بقى بوزاره الثقافه طبعا دلوقتي في وزارتين، فاصبح احنا هندي لوزاره الثقافه كل امكانياتنا عشان ينطلقوا يعملوا مشروعات ثقافيه زي ما عايزين. صندوق التنميه الثقافيه لو هيبيع حاجات عندنا لازم الاثار تكسب منها، ما يبقاش ثقافه بس. يستغل المواقع الاثريه، احنا موافقين وبنعمل بروتوكول ضخم دلوقتي بيننا وبينهم، حتى معرض الاثار بتاعنا اللي موجود في روما انا قلت لهم لازم يبقى فيه تذاكر عشان نقدر ان احنا انا بعمل معرض بره عشان اعمل فلوس، لان انا بتمنى ان يبقى فيه معارض دائمه او متاحف دائمه في روما تتعمل، يبقى فيه في باريس، يبقى فيه في نيويورك، يبقى فيه في طوكيو، تبقى متاحف دائمه مصريه في هذه الاماكن، وروما اول مكان. بالنسبه ل 15% طبعا لا يمكن ان احنا نقدر ندي لا 10% ندي للمحافظه ولا 15% ندي لوزاره الثقافه، لان اصبح الثقافه كانت بتاخد ال 15% عشان الاثار تبع الثقافه. احنا محتاجين دعم ومحتاجين تمويل. ازاي انا بقى محتاج وادي لغيري؟ وعملنا مذكره للعرض على السيد رئيس الوزراء هذا الاسبوع، والمذكره دي فيها ان احنا بنطلب الغاء الدعم اللي احنا بنديه
نشاط وزاره زي وزاره الثقافه. ما انا ماليش دعوه. انت دلوقتي وزاره الثقافه لو لها نشاط تاخد بالدوله اعانه، لكن انا محتاج ارمم معاك مقاطع، محتاج الحاله عندي. ما هو انت امتى تدي زكاه؟ لما تكون مكتفي. انا جعان عايز حد يتكلم، او ما انا ادي لحد تاني 5%. هم 5% اتاخدت في وقت انت وزير الثقافه في ايد العماله، لكن الانفصال دلوقتي معناه ان دي وزاره تبقى قائمه بذاتها بامكانياتها بمواردها، ولا تعتمد على وزاره زينا. التكامل مطلوب يا فندم. يعني ما انا بقول لسيادتك انا دلوقتي جعان ازاي ادي اكل حد تاني ازاي؟ انا محتاج فلوس. لا انا نفسي محتاج حد يدعمني، بشحن فلوس، انا بدور على فلوس. لكن تقدر وزاره الثقافه تجيب الدعم ده من الدوله مش مني، لان انا طالب من الدوله دعم. انا ما باخدش اعانه سياسيه من الدوله، بدفع جميع مرتبات الموظفين، بدفع الركوب، يعني كل دخلي. انا كنا بنصرف في السنه مليار و200,000 على متاحف المشروعات اللي احنا عملناها. انا لو عندي فلوس لو تعرفني ما يهمنيش ادي الاجر، لكن انا دلوقتي يعني مش انا بقى عايز امنع دي عشان انا يعني عامل نفسي ان انا اطلاقا اطلاقا ما اقدرش. لا لو حضرتك وزير ثقافه ما اقدرش اخد من الدوله. ليه؟ انا بقول لك دي وزاره الاثار ووزاره الثقافه، ما ينفعش انا اخد منه ولا واخد منه اطلاقا. في قرار جمهوري يا دكتور هيتلغى. انا بعت الغاء القرار الجمهوري. عشان دي نقطه هم بقول لك قرار جمهوري. انا كلام مظبوط، لكن انا بقول لك دلوقتي انا طالب اعاده سياديه من الدوله عشان ادفع مرتبات الموظفين. انا مش قادر ادفع مرتبات الموظفين دلوقتي، فازاي انا ادي 15% لحد وانا طالب اعاده؟ فاحنا بنطلب الغاء قرار. في نقطه قبل ما نطلع من يا ريس بعد اذنك، المعرض اللي هو بتاع روما ده هو تبع الاثار ولا تبع هو تبع الاثار، لكن موجود في تبع الاثار، موجود في الاكاديميه. واحنا هنعمل تذكره 10